اهلا بيكم في حلقه جديده من البودكاست. احنا هنشتغل ايه؟ هنتكلم النهارده عن الشغل في مجال السوفت وير، وهحكي لمحمد كمان شويه اشمعنى المجال ده بالذات عزيز جدا عليا. بس خلينا الاول نتعرف اكتر على محمد ونعرف هو بيعمل ايه بالظبط. اهلا بيك يا محمد. أهلا عليك. أنا اسمي محمد الشريف. أنا مهندس برمجيات. بقالي في المجال ده حوالي 15 سنة. أنا مقيم في أمريكا في ولاية واشنطن في مدينة سياتل. ويعني بقالي فترة حلوة يعني بشتغل في مجال السوفت وير ده، ويعني سعيد إن أنا بتكلم معاك النهاردة، وإن شاء الله نبقى يعني كونفرزيشن جميلة إن شاء الله. تمام. طيب خلينا نبدا الاول بما تحكي لنا كده في عجاله ال 15 سنه دول كان شكلهم عامل ازاي؟ بداوا فين؟ ومن ناحيه يعني طبيعه الشغل ووصلوا لحد فين؟ تمام. وانا يعني انا ابتديت علاقتي بالسوفت وير من زمان قوي، من قبل الجامعه، بس يعني العلاقه الرسميه يعني اللي هو بقى خلاص اختيار ككارير وكده، يعني كان من سنه 2001 لما اخترت قسم حاسبات في هندسه. يعني دخلت كليه سنه 2000، ما في اعدادي هندسه في الاول، بعد كده بتختار قسم. فقررت دخلت قسم حاسبات في هندسه القاهره. وبعدين يعني الموضوع عجبني، يعني اللي هو انا حسيت ان يعني الدراسه كانت فيها حاجات تعجبني. كان في حاجات طبعا ماليش فيها قوي، بس يعني حاجات السوفت وير بالذات كانت مستهوياني جدا. وابتديت اشتغل وانا في الجامعه، يعني ابتديت مثلا في سنه ثالثه او سنه رابعه. وبعدين لما اشتغل في الصيف، يعني اللي هو لما تيجي فتره حاجه في الصيف كده كانترن يعني او حاجه نشتغل فيها شويه. وبعدين لما اتخرجت ابتديت اشتغل على طول. يعني في مصر اشتغلت حوالي سنتين ونص 3 سنين. اشتغلت بقى في شركات حجم يعني متوسطه وصغيره وكده، بما ان لسه كنت بقى جديد في المجال في الفتره دي. وفي الفتره دي كانت في مصر فيها شركات كتير ستارت ابس بتفتح، يعني الفتره اللي بتاعت 2005 لحد 2008 في الفتره دي يعني. بعدين بقى جات لي فرصه ان انا اشتغل في مايكروسوفت في امريكا. في الاول كانت في كندا كمان. وبعد كده بقى فسافرت من مصر لكندا، اشتغلت ساعتها في مايكروسوفت في الفريق بتاع اللي هو بينج. ما كانش اسمه بينج زمان، كان اسمه حاجه ثانيه. اشتغلنا في اللي هو السيرش والادفرتايزنج بتاع الموضوع ده. اوكي. دي كانت البدايه طيب يعني قول اللي هو الشغل. لي، دخلت كليه هندسه كنت مقرر ان انت هتدخل حاسبات وعايز ادرس حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر بغض النظر يعني عن السوفت وير ولا لا؟ هو الموضوع ما كانش بالظبط كده، يعني هو كانت مور اوف ا بروسيس اوف اليمينيشن. يعني انا كنت شاطر في المدرسه يعني عموما يعني. بس انا شفت انا اخواتي الاكبر مني كان واحده دخلت صيدله وواحده دخلت طب، فانا شفت الاثنين فمش عايز اخشهم. مش عايز تخش فكانت كتير. بالنسبه لي دول مش عايزهم. اوكي. فكانت فاضلش غيرها. اتفضل يعني. فدخلت هندسه بس. اوكي. بتحس انه الناس اللي كانت مقرره مثلا من ايام المدرسه انا عايز ابقى كذا اختصرت شويه وقت عن الناس اللي قررت بعدين؟ والله يعني انا في رايي ان اسرع طريق في المجال ده هو انك تدرس، يعني من اي انك وقت، من تخش. المدرسه، من الثانوي؟ ايوه. بالعكس. بس يعني لو انت عايز الطريق السريع، يعني ان هو ايه، لو انت جات لك الفرصه انك انت تخش اي حاجه ليها علاقه بالمجال اللي انت عايزه، اللي هو مثلا هندسه او حاسبات او كده، وانت لسه داخل الجامعه، يبقى الافضل تخشها على طول، لان ده هيساعدك، يعني هيسرع لك الطريق. ده لا اوكي. يعني انك انت لو ما دخلتش الكليات دي ما ينفعش انك تخش المجال، بالعكس يعني. لكن هي الفكره في انك انت بتوفر بقى الوقت، بدل ما تدرس حاجه وبعد كده ترجع تاخد حاجه تانية، طريق مختلف عشان تعمل. فلو انت قدامك الفرصه يعني جو فور ات يعني. اوكي. طيب خلينا، عايز اركز شويه على اللحظه او امم الوقت اللي انت ادركت فيه ان انا عايز اركز في موضوع السوفت وير بالذات اه من ضمن المجالات المختلفه اللي موجوده في دنيا التكنولوجيا يعني. تمام. هو ده حصل اكتر في اعدادي هندسه. يعني انا كنت اعرف شويه عن السوفت وير زمان وانا طفل، واتعلمت حاجات زي البيزك ولوجو، بس ما كانتش يعني عارف اللي هو نظام مش اشتراك بقى وخلاص. انا عندي طفل خلاص حطيت حسابي كده، ما كانش بالظبط يعني. لكن لما دخلت في اعدادي هندسه، كانت الفتره دي كانت سنه 2000، يعني اللي هو عارف الدوت كوم بوم مع حاصله في العالم، وكل يوم والتاني موقع جديد بيطلع على الانترنت، والناس كلها يعني. انا اللي اقدر اقول ان هو حصل لي بالنسبه لي ان انا كنت يعني عارف اتسحرت بالانترنت عموما كفكره. ده الجيل بتاعنا بقى اللي هو شاف الانترنت بتحصل في التسعينات وفي الالفينات ومش عارف ايه. فانا عجبني العالم ده جدا. وانا في اعدادي هندسه قررت ادرس شويه حاجات يعني ما لهاش حتى علاقه يعني ادرس على مثلا لو في كورسات ممكن اخدها في الكليه مثلا بعد الظهر، مش عارف في الاجازه بتاع، اللي هو ادرس يعني ايه ويب ديفلوبمنت، يعني ايه حاجات بتعمل ازاي. فحتى كنت ابتديت اعمل مواقع حتى انا واصحابي وبتاع، حاجات عبيطه كلها، بس يعني فكره في ان انا بجرب. يعني انا مش بس بتلقى المعلومات اللي موجوده على الانترنت، انا كمان ممكن اعمل حاجه حتى لو شكلها عبيط، بس انا اللي اعملها يعني.
تمام. فده اداني اكسبوجر، يعني اداني اكسبوجر للشكل التكنولوجيا اللي بتبقى عامله ازاي. وطبعا ما هي بتبتدي محاولات بسيطه، وبعد كده الموضوع بيفتح معاك، يعني عجبتك عارف الفكره يعني هيوصل لحد فين. انه بنتعلم حاجه وبنطبقها وبنطلع منتج نهائي يعني. بالظبط تمام. طيب خلينا بقى ناخد كده موضوع السوفت وير ده نفتحه كده، واحنا بنشوف ناس بتشتغل سوفت وير ديفلوبرز، ناس بتقول انا بشتغل فرونت اند ديفلوبر، ناس بتقول انا بشتغل باك اند ديفلوبر، ناس بتشتغل ديزاينرز يو اي ويو اكس، وناس بيسموا نفسهم سوفت وير اركيتكتس. ما تدينا كده ووك ثرو هي ايه انواع الشغل المتاحه في مجال السوفت وير؟ تمام. هو في الاخر السوفت وير يعني مجال واسع جدا، يعني ففي حاجات كتير قوي. ومش معنى ان حد بيعمل حاجه ما يقدرش يعمل حاجه تانية، يعني في برضو نوع من اللي هو يعني المهارات برضو في اغلب الوقت بتبقى مشتركه ما بين الحاجات دي يعني. اللي في مجال كبير اللي هو التطبيقات عموما، اللي هو الابلكيشن ديفلوبمنت، ده يندرج تحتيه الويب ديفلوبمنت والموبايل ديفلوبمنت، اللي هو كل التطبيقات اللي بيستخدمها البني ادمين. حلو. فده غالبا هتلاقي فيه، عشان في بني ادمين في الموضوع، فبقى في جزء من الموضوع ده ليه علاقه بازاي ابني الواجهه المستخدم او اليو اي اللي الناس هتستخدمه. وده بقى بيبقى عليه جزء في يعني في جزء سوفت وير، وفي جزء بقى اللي هو ايه الديزاين نفسه وازاي الانتراكشن تتبني. فهتلاقي دايما في ايه وظيفتين ظهروا طبعا، لان لو ست مهندسين يعملوا اليو اي ما حدش هيستخدم حاجه، فانت بتحتاج حد ايه بيعرف شويه في ذوقيا، عنده شويه مهارات فنيه يعني. بالظبط. وكمان غير الفنيه كمان عنده اللي هو الدراسه بتاعت البني ادمين بيتعاملوا ازاي مع الحاجات، ايه اللي يسهلها عليهم، ايه اللي يخليها منطقيه بالنسبه لهم، ازاي لما يستخدم الحاجه يلاقي الحاجه في المكان اللي هو متخيله. الحاجات دي بتبقى بتفرق جدا ما بين سوفت وير والتاني، وده اللي بينجح الشركه عن الثانيه. اغلب الوقت تلاقي نفس المنتج نفس الخدمه، لكن في ناس بتحب الحاجه الفلانيه وما بتحبش الحاجه الفلانيه، لان دي سهله في الاستخدام، دي انتويتيف، ودي لا. الناس اللي بتشتغل في حته التصميم دي يا محمد بتبقى جايه من باك جراوندز تكنيكال وتكنولوجي وسوفت وير برضو، ولا ممكن كمان يكونوا جايين من حته تانية؟ هي بتبقى الى حد ما مالتي ديسيبلينري شويه، يعني ممكن يكون مثلا هو بيشتغل كان مثلا دارس حاجه ليها علاقه بالهيومن بيسموها ماشين سايكولوجي مثلا. بيسموهم هو اعتقد الاسم الحقيقي ليه او هيومن كمبيوتر انتراكشن او حاجه زي كده، HCI. ده اللي هو الدراسه الاكاديميه بتاعتها يعني، لكن ده لا يعني ان هي دي الوسيله الوحيده. في ناس بتاخدها بالخبره مع الوقت، ان هو بيشتغل بيبني مثلا مواقع، بيحب يستخدم حاجات ادوات بقى زي الفوتوشوب وزي مش عارف اللي هي الادوات بتاعت التصميم وكده. واحده واحده بقى على الخبره بيبتدي ايه يعرف ايه اللي بينفع وايه اللي ما بينفعش مع الناس، وهو عنده الصبر بقى ان هو يجرب ويجرب هنا ويجرب هنا، وذوقه كويس وطريقه تنظيمه كويسه. فبيبتدي ايه يبيك الحاجات الاساسيه دي، بلس ان هو بياخد بقى ده حته بقى المالتي ديسيبلينري مع الوقت. بياخد باله مثلا شغال في الويب بيعرف HTML، بيعرف CSS، بيعرف فايه، فيقدر يتعامل مع الديفلوبر ان هم يشتغلوا مع بعض، يوصلوا بقى الفيجن اللي عنده في الشكل والانتراكشن، يوصلها لايه الاكشوال بيهيفير بقى بيتكتب كود وكده يعني. حلو. فاحنا بدانا بالتطبيقات والابلكيشنز. اول جزء الحاجات اللي لها علاقه بالانترفيس اللي احنا بنشوفه كمستخدمين اللي هو اليو اي واليو اكس، وهي في ناس بتكمل في الحته دي لحد الاخر، يعني بيكمل حياته العمليه بالزبط. شغال يو اي يو اكس بالظبط. ويبني وكمان هي خبراته الفكره ان هي كمان بتبقى ليها في الاخر ابعاد اكبر، يعني اللي هي يعني في ناس بتاخد السكه دي مثلا توصل انها تبقى حاجه زي برودكت مانجر مثلا، ان هو يبقى مش مجرد ان هو بس بياخد باله من الانتراكشن، ده كمان بيربطه بالبيزنس بقى، ويربطه بالفيتشرز اللي احنا عايزين ننزلها، ايه بيزد على ايه الداتا، نبتدي نحلل بيانات الناس اللي بتستخدم البرامج وبتاعتنا، نشوف ايه اللي ممكن نجربه هنا، نعمل اكسبيرمنتيشن، نجرب حاجات. فتلاقي الموضوع ايه طلع لابعاد مختلفه، مش مجرد بس ان هو بيبني اليو اكس بس، لازم يكون عدى على المرحله دي شويه يعني. تمام. ده الجزء اللي احنا شايفينه، فده اول بالزبط. جزء في الاريا بتاعت السوفت وير ديفلوبمنت. الجزء الثاني في بقى المطورين اللي هم اللي زي حالتنا كده. فلو انت شغال في موضوع التطبيق في التطبيقات، فانت غالبا هتبقى لو بتبني اليو اكس يعني، او بتبني الجزء ده، فانت هتبقى شغال مع الديزاينر، هتبقى شغال مع الناس بتوع البيزنس، تفهم هم ايه الفكره، يعني ايه اللي تحاول تبنيه، ليه الانتراكشن بقى التفاصيل بتاعتها، لما ادوس على هنا ايه اللي هيحصل، لما مثلا دي يخش لي بيانات غلط المفروض يحصل ايه، يعني حاجات بقى ايه تبتدي تبني اللوجيك ده بتاع اليوزر انترفيس نفسه.
اوكي. وبعدين ده بيبقى فيه تعقيدات كتير بقى، لان ده ممكن كمان مش لازم يكون بلاتفورم واحد، ممكن يكون انت بتبني بقى مثلا على موبايل وعلى ويب وعلى اندرويد واي او اس وتابلت ومش عارف ايه. ففي تفاصيل كتير قوي ازاي الحاجه دي نفسها تظهر في كل الكلام ده، وازاي ما تبنيش الكلام من الاول في كل الحاجات دي، ازاي تعمل كومن جراوند ما بين الكلام ده وكومن بلاتفورم وتعمله. فده ايه تفاصيله ليها علاقه اغلب الوقت ازاي السوفت وير اللي بيشتغل في ايد المستخدم ده يبقى سلس ودول اللي ويوصل احنا الفيجن اللي بنسميهم عايزينه. فرونت اند ديفلوبرز، هم دول الناس اللي ده بيشتغلوا فرونت الفرونت اند. اند عموما يعني. دول الناس بيكتبوا كود، وفي ديفرنت لانجويجز مختلفه، بالظبط مينلي يعني الاريا بتاعت الفرونت اند بتعتمد عليها. بالظبط. يعني لو انت شغال ويب مثلا هتبقى تلاقي شغال HTML وجافا سكريبت او تايب سكريبت مثلا وسي اس اس. وحتى لو شغال موبايل غالبا هتلاقي في حاجات ممكن تخليك تستخدم نفس الادوات دي في الموبايل. بس ممكن لو انت عايز تشتغل في الموبايل بقى بلغات تانية اكثر يعني اداء على هذه البلاتفورمز، ممكن تستخدم مثلا حاجه زي اوبجكتيف سي، ولا اللي هي بتشتغل على الاي او اس او جافا او اي حاجه من الحاجات دي. بقى في حاجات كتير قوي يعني بتنفع في الكلام ده. حلو. فاحنا عملنا التصميم، عملنا الكود اللي بيشغل التصميم. الخطوه اللي بعدها بالظبط. فانت بقى دلوقتي انت ايه كل اللي انت بتعمله ده محصور جوه الديفايس، يعني او الديفايس او الويب سايت او البراوزر يعني. تمام. اي بقى انتراكشن علشان لو انت مثلا بتدخل البيانات لازم تسجل في حاجه مثلا، او بتبعت رساله فالرساله دي تروح لحد. فدلوقتي انت عايز تطلع يعني عايز تبعت اللي انت عملته ده لطرف اخر. الطرف الاخر ده هو اللي هيهندل بقى هياخد البيانات دي يعمل بيها اللي انت متخيله. لو انت مثلا بتملى فورمه مثلا، فهو ياخد بقى البيانات دي يسجلها مثلا في قاعده بيانات، يبقى لو انت رساله يبعتها للطرف الثاني وهكذا. فده بقى اللي بيسميه الباك اند، يعني ده اللي هو ايه الجزء اللي في الخلفيه بالنسبه للتطبيق اللي احنا بنشوفوش، ولكن اللي بيشغل الابلكيشن، اللوجيك يعني، او المايند بتاع الابلكيشن. بالظبط. ففي الحاله دي بقى في ناس شغاله ورا في الباك اند بتبني بقى الايه النظام ده. حلو. برضو عشان يعني زي ما شرحت لك في المسجات قبل كده، الاوبجيكتيف الرئيسي كمان من البودكاست ان احنا نحاول نجايد شويه الناس اللي بتدور على بدايه كارير، يعني في جامعه، في مدرسه. برضو لو انا ببدا وعايز اركز في الحته بتاعت الباك اند دي، بتعلم لانجويج شكلها عامل ازاي النهارده بالظبط في الايام دي؟ الباك اند ميزته ان هو الاختيارات فيه اكتر بكتير، لان في الاخر انا مش محكوم بايه اللي ينفع. مش محكوم بايه اللي ينفع على الموبايلات او ينفع على اي حاجه بتشتغل ممكن اكتب بيها باك اند. طبعا اشهر الحاجات زي الجافا مثلا والسي شارب وسكالا وجو وراست، كميات لغات يعني لو قعدنا نتكلم الصبح اسامي لغات مش هنخلص يعني، بس كميات مهوله من اللغات، ففيها اختيارات اكتر يعني. وانا النهارده لو انا ببدا الكارير بتاعي في السكه دي، او زي ما انت كنت بتقول بتعلم وانا في ثانوي مثلا، بتنصح الناس يبداوا منين؟ هو الفكره ان ايه بالنسبه للمبرمجين عموما اللي بالذات اللي عايزين يبقى عندهم كارير طويل شويه في البرمجه، الاهم من اللغه اللي هيستخدمها النهارده شويه مفاهيم وراها. يعني حلو. ازاي افكر في المشكله، ازاي اصمم الحاجه. يعني في مبادئ مثلا زي الاوبجكت اورينتد، زي الفانكشن اورينتد بروجرامينج، زي الحاجات اللي علاقه مثلا بالسكيورتي، بالسكيلابيلتي، بالداتابيز. الحاجات دي بتبقى الى حد كبير تايمليس، وبتقدر تستخدم المفاهيم دي في وات ايفر لغه انت قررت تستخدمها بعد كده. فده بيخليك يعني مش لو مهم انت النهارده السنتكس اللي بكتب بيه الكود، المهم ان انا ابقى فاهم اصلا انا بحاول احل المشكله دي ازاي، مش بلف حوالين نفسي عشان اكتب حاجه ممكن تخلص في خطوتين. يعني انت لو سالت اي حد مثلا بقاله فتره طويله في البرمجه، هتلاقي مثلا هو ابتدى الكارير بتاعه مثلا كان بيكتب سي، وبعدين في النص قلب مثلا جافا، وبعدين ايام دي بيكتب جو. يعني اللغه نفسها ممكن تتغير على مدار الزمن، لكن المفاهيم الاساسيه اللي في باله هو ازاي بيكسر المشكله وازاي بيقسمها وكل الكلام ده غالبا هي يمكن بس بالخبره بقت احسن شويه، لكن هو في الاخر المبادئ واحده. فاحنا كده خدنا التطبيق من البدايه، من شكله والتعامل معاه واليوزر اكسبيرينس بتاعته، للناس اللي كتبت الكود اللي بينفذ الاكسبيرينس، للناس اللي كتب الكود اللي بيشغل اللوجيك اللي احنا بالظبط. دول كده سايكل الديفلوبرز. لا في حاجه تانية ممكن نتكلم عليهم كتير يعني مبدئيا مثلا لو احنا قلنا مثلا اللي بيكتب اللوجيك بقى اللي على الباك اند ده، اللي هو اللغات اللي قلناها دي، بس مثلا في جزء اللي هو بتاع القواعد البيانات مثلا. يعني الديفلوبرز اغلبهم عندهم فكره عن قواعد البيانات، لكن قواعد البيانات ده عالم كامل. فحسب تعقيد المشكله ممكن تلاقي انا محتاج واحد متخصص في قواعد البيانات، لان مثلا انا بيجي لي ترافيك او بيجي لي كميه استعلامات كتير قوي،
فالمعرفه السطحيه بقواعد البيانات مش هتنفعني، محتاج حد يجي بقى اوكي. يتيون الحاجه ويظبطها وتبقى سريعه وتبقى ريلايبل وتبقى مش عارف ايه، فمحتاج حد بيفهم في الحته دي كويس قوي. محتاج حد بتاع بيفهم في سكيورتي تشغيلها مثلا. الداتابيزز، ولا بيفهم في يعني انك تخلق الداتابيز؟ لانه الداتابيز كمان في حاجات ستاندرد الناس كتير بتشتغل بيها، اللي بيستخدم اوراكل، اللي بيستخدم سيكوال، يعني وات بالظبط ايفر اللي هو بيستخدمه. ولا كمان انا عايز ابقى بعرف اتعامل مع الحاجات دي من بدايتها؟ ما هو انت بتحتاج غالبا، انت في الحالات دي بتبقى اللي بيشتغل في الجزء ده بيتعامل معاك من اول. احنا سواء لو في اوريدي قاعده بيانات موجوده فبيحاول يحسنها، لو فيها مشاكل مثلا في مشكله في التصميم مخليه الاداء مش مظبوط، فممكن يقترح عليك طب ما احنا نغيرها شويه، يعني مثلا بدل ما نخلي البيانات دي كلها عشان اجيبها لازم اقعد اعمل جوين تسعه تيبلز مع بعض، لا ما ممكن نقسمها بطريقه مختلفه بحيث ده يقلل البروسيسنج المطلوب من داتا قاعده البيانات عشان يطلع لك البيانات. فممكن يساعدك في التصميم. ممكن يقول لك لا النوع ده من الكويريز او النوع ده من الاستعلامات هيبقى تقيل على القاعده البيانات، ممكن مثلا نحط كاش هنا، او ممكن نستخدم قاعده بيانات من نوع مختلف للنوع ده بس، فنسرع الدنيا شويه. ممكن يقول خلي بالك انت عندك مشكله سكيورتي هنا، فاحنا محتاجين نعمل كذا وكذا علشان ما حدش يسرق البيانات بتاعتنا. فدي في تفاصيل كتير قوي في الحته دي علشان الموضوع ما يوسعش يعني. تمام. وما بعد ذلك كمان وبالظبط. وفي بقى جزء كمان يعني تقدر تقول ان هو مستحدث شويه في الفتره اللي فاتت، اللي هو دلوقتي كل اللي احنا اتكلمنا ده فيه السيرفرات بقى بقواعد البيانات مش عارف الكلام ده شغال ازاي، يعني راننج على البلاتفورم اللي هو راننج عليه كله، اللي هو احيانا بتسميه كلاود او بتسميه مثلا لو انت شغال مثلا على حاجه زي AWS ولا اجور ولا مش عارف الحاجات دي، او انت تكون عندك السيرفرات بتاعتك بس انت بتمانج الانفراستراكشر دي بنفسك. ففي ناس اللي هم او يعني في زي تخصص مختلف اللي هو بنسميه ديف اوبس، اصطلاحا بيسموه ديف اوبس او برودكشن انجينيرنج او انفراستراكشر انجينيرنج. فالناس دي بتبقى هدفها بقى ازاي تخليك تستغل الهاردوير اللي معاك باحسن وسيله، بحيث انك انت ما تضيعش فلوس كتير على الفاضي. وكمان تخليه بقى سهل انك انت تمنتين الحاجات دي، لانك انت لو كل مره محتاجه اتوسع شويه، محتاج اروح اشتري سيرفرات جديده واقعد اركبها ومش عارف ايه، هاخد مثلا شهرين عشان اركب سيرفر جديد، لا ممكن يعملها لك باوتوميشن تخلص في دقيقه. فالحاجات دي لحد ما مستحدثه في الفتره مثلا في خلال 10 سنين اللي فاتوا ولا حاجه، لكن دلوقتي بقت حاجه من الستيبلز يعني في اغلب الشركات ان يكون عندك ناس بتعمل الديف اوبس. اوكي. امال بقى الناس اللي بيشتغلوا سوفت وير اركيتكتس ايه دورهم اكروس الرحله اللي احنا رسمناها دي؟ هو يعني الاركتكتشر عموما في كذا مهمه، بس في مهمه يعني في مهمه اساسيه اللي هو بيسموه برينج كلاريتي، ان دلوقتي انت عندك كل الناس دي. اوكي، الناس دي اغلب الوقت كل واحد مشغول في اللي بيعمله. صعب قوي ان هو يكون عارف الصوره الكامله بتفاصيل كافيه. فهو بتاعت الابلكيشن اند تو اند النظام على سبيل المثال بالظبط اند تو اند، وهيتحرك. واحنا النهارده في هذا السيتويشن، بس احنا عايزين نروح لنقطه جديده في مثلا كمان 10 سنين، مش 10 سنين بالظبط يعني، كمان 3 4 5 سنين، فعايزين نتحرك في الاتجاه ده. طب احنا هننفست فين وامتى وكده. فالاركتكس بينفعوا في الموضوع ده، ان هو بدايا بيبقى زي ما تقول كده بيساعد اي جزء من الناس دي لو هو عايز يفهم هو ايه الحاجه الفلانيه دي احنا ليه بنعملها دلوقتي. يقول لك ما احنا دلوقتي مثلا احنا في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده عندنا الليميتيشنز دي، بس احنا عايزين مثلا البيزنس عايز يتوسع في هذا الاتجاه، فاحنا محتاجين نعمل ابجريد لللاير دي علشان تستحمل، ومحتاجين ان احنا نتكلم مع الناس اللي هناك دول عشان هنعمل انتجريشن معاهم ايفينشولي، فمحتاجين ان احنا نبني الحته دي دلوقتي. فهو بيكلير الضباب اللي انت ممكن تكون مش واخد بالك منه، لان هي مناطق بعيده عنك، واحيانا بيوصلك لو انت ما عندكش التفاصيل دي انك مش فاهم احنا بنعمل ايه اصلا، يعني انا ليه بعمل الحته اللي في ايدي دي، لانها جزء من حاجه اكبر انت ممكن مش عارف واخد بالك منها. فده بينفع قوي. طبعا كل ما التطبيق كان اكبر ومعقد وفيه تفاصيل كتير وحاجات قديمه وحاجات جديده بتركب مع ساعتها هتحتاج الناس دي. لو انت بتعمل حاجه بسيطه وغالبا مش تلاقي نفسك انت دومين بتعملها في دماغك كديفلوبر، فمش محتاج ده كله. لكن لما بتبقى السيستم معقد كفايه غالبا هتحتاج حد او مجموعه ناس بياخدوا بالهم من الايفولوشن بتاع السيستم ده هيتحرك في اي اتجاه، فما ينفعش ان هو يتساب كده ماشي والا مش هنوصل لحاجه يعني. قبل ما ننقل على النقطه اللي بعدها، شايف ان في رولز تانية تستحق ان احنا نتكلم طبعا عليها في الرحله دي؟
طبعا يعني مبدئيا في عندنا رول كامل اللي هو الكيو اي، اللي هو الكواليتي اشورنس والكواليتي كنترول، اللي هم الناس اللي بتعمل تيستنج، الناس بتعمل انواع مختلفه من التستنج بقى، performance تيستنج، سكيورتي تيستنج، تيستنج للفانكشناليتي نفسها، اوتوميشن. لانك انت يعني عارف برضو محتاج تتاكد ان المشروع البرودكت بتاعك بيطلع بالكواليتي معقوله علشان يتباع يعني او يشتغل يعني. تمام. فده ديسيبلين كامل. عندك الناس اللي بيعملوا مثلا زي ما جبنا سيرتهم في النص كذا مره، الناس بتاعت السكيورتي مثلا، لو انت عندك حاجه نتورك سكيورتي، ابلكيشن سكيورتي، الحاجات اللي هي اللي ليها علاقه بازاي ان احنا نتاكد ان احنا مش اي حد معدي يسرق البيانات اللي معانا. وده اللي بتحس احيانا ان في شركات ممكن ما تاخدش بالها من الموضوع ده، فجاه تكتشف ان بيانات العملاء بتاعتهم كلها بقت متاحه في المشاع يعني. في مثلا حاجات زي اللي هي بقى في بعض الشركات اللي بتشتغل بالذات في الانتربرايز، اللي هي مثلا بتعمل برامج الاعمال او برامج الجفرمنتس او كده، بقى في جزء عندهم بيسموه البري سيل انجينيرنج. دول بيبقوا او سولوشن اركتكتشر، ساعات بيسموهم برضه سولوشن اركتكتشر. دول بيبقوا اغلب الوقت بيشتغلوا ما بين الشركه وما بين العميل بتاعهم. لو السيستم معقد محتاجين يجربوا مثلا حاجه، يعملوا بروتوتايبنج قبل ما يبيعوا، فيساعدوهم نبني النظام ده ونشوف هيشتغل عندكم ازاي، ونكستمايزه شويه بحيث تشوف الدنيا شغاله ازاي، ولو كل حاجه تمام نبتدي بقى نتكلم في تفاصيل التعاقد نفسه، هنقفلها ازاي وكده. وممكن يشتغلوا معاك فتره لحد ما تديبلوي الحاجه كلها وتبقى شغاله عندك زي الفل يعني. فده برضو وده اكتر قسم بيبقى في السيستمز اللي احنا بنعمل لها كاستمايزيشن، يعني مينلي بالظبط. اليوز كيس بتاعت شركه محدده، مش ابلكيشنز من اللي هي كلنا هنستخدمها بنفس الطريقه. مش كونسيومر ليفل يعني، هي مش هتبقى غالبا كونسيومر ليفل، انتربرايز مظبوط. ابلكيشنز. يعني اوكي. هتتكلم في مثلا انت بتشتري سيستم من اس اي بي، او بتشتري سيستم مش عارف من مايكروسوفت، ولا بتشتري سيستم من اي حد بيعمل حاجات اي ار بي سيستم، سي ار ام سيستمز، داتابيس سيستمز. فانت بتحتاج غالبا كاستمايزيشنز كبيره للمؤسسه بتاعتك. انت شركه بترول، انت شركه تامين، انت شركه بنك، مش عارف. فكل واحد من دول ليه طبعا تفاصيل كبيره جدا، بس محتاج السوفت وير ده يتظبط على مقاسه يعني. وفي نفس الوقت ممكن يكون في حاجات ناقصه، هو بقى يساعدك تتكلم مع سواء الشركه هو شغال فيها، او يجيب لك مثلا فيندرز بيشتغلوا معاه طول الوقت ان هو يملى الجابس دي. احنا محتاجين مثلا مش عارف سي دي ان سيستم، محتاجين حاجه احنا ما بنبيعهوش بس نعرف نجيب لك حد نبارتنر معاه ونشتغل. اوكي. فبيبقى عشان كده يبقى في جزء اركتكشر برضه في الموضوع. اوكي. وانا لو دخلت مجال السوفت وير هقضي حياتي كلها بكتب كود، ولا دوري هيتغير كل ما اخدت اكسبيرينس ويعني وتنقلت شويه في الاورجنايزيشن؟ خلينا نفترض مثلا انا بشتغل في اورجنايزيشن كبيره شويه فيها رولز مختلفه، هقضي حياتي كلها بكتب كود؟ هو هتكتب كود، يعني الكود هيفضل طول عمره جزء من حياتك يعني. هو هتلاقي غالبا اللي بيحصل ان الريشيوز بتختلف يعني. انت ممكن تكون في المراحل في البدايه بتكتب كود كتير، لكن كل ما انت عمال تاخد سينيورتي اعلى انت بتقرا كود كتير يعني. انت بتقرا كودز بتاعت بتقرا ناس كود كتير. كتير. بالظبط، انت طول الوقت بتقرا كودز بتاعت ناس، بتشوف، بتحل مشاكل، بتفهم الحاجه دي شغاله ازاي، فعمال تقرا كود. ممكن تلاقي مثلا كل فين وفين لما اكشلي بتعمل فيتشر مثلا تبنيها بحالها، لكن اغلب الوقت انت بتقرا كود. فانت محتاج تبقى برضو عارف يعني. وغالبا بتقرا كود بلغات مختلفه يعني. انت النهارده شغاله، دي شغاله جو، الناس شغاله جافا، الناس شغاله، وبتقرا وخلاص يعني. انت عايز تفهم اللوجيك شغال ازاي، لان مش كل السوفت وير اللي في الدنيا ليه دوكيومنتيشن كافيه او ليه حاجه، فبتلاقي نفسك من الاخر دي كود انا هقراه ونخلص يعني. اوكي. فهتلاقي اغلب الوقت مع السينيورتي، كل ما السينيورتي بتزيد كل ما هتلاقي انك انت معتمد اكتر على انك انت بتقرا كود بشكل كبير يعني. وحتى لو الكود ده مثلا تكون بتراجع كود يعني، حد مثلا بيقدم تعديل، فانت محتاج تتاكد ان التعديل ده مناسب للحاجه، فبتقرا التعديلات بتاعته وممكن تديله فيدباك او حاجه بحيث انك تتاكد ان الحاجه مظبوطه. فدي كلها بتبقى جزء من الوظيفه بتاعتك يعني. لكن طبعا بيبقى فيه جزء كبير حتى لو انت مثلا بتعمل تشيف تكنولوجي اركتكت في شركه كبيره، فانت برضو بتعمل مثلا بروتوتايبنج لحاجات، بتجرب تكنولوجيز جديده عشان احتمال ممكن نجربها على سكيل صغير على حاجه بس تتاكد البروف كونسبت وكده. لكن ممكن ما تبقاش انت في الهوت باث بتاع الفيتشر ديفلوبمنت لانك انت مش فاضي. فمش عايز تبقى انت اللي عايله على بقيه التيم بقى ومستنيك تخلص ومش عارف ايه، لا. لكن انت عندك خبره كافيه انك انت يوم ما تحب تدي انفورمد ديسيجن على تكنولوجيا معينه، فانت عندك معلومات، عندك يعني الموضوع بالنسبه لك مش انت قاعد في برج عالي مش فاهم الناس بتتكلم فيه اصلا. لا، انت لازم برضو ايدك تبقى داخله في الشغل يعني. اوكي. لو احنا رجعنا شويه يا محمد بمعلوماتك اللي انت عارفها النهارده عن الكارير ده او عن المجال ده، وعملت ريستارت، هتعمل نفس التصرفات ولا كان في شويه خطوات ممكن تعملها تختصر شويه زمن وخبره؟
هو كان في طبعا حاجات، يعني كان في مراحل كده الواحد ممكن يفكر فيها، اللي هو ممكن مثلا بدل ما استنى سنه زياده هنا، كنت ممكن اخد الخطوه دي بدري سنه. اللي هي اللي هو ممكن تبقى نوع من كونكتنج ذا دوتس، يعني اللي هو كان في حاجات واضحه اوكي. بس انت كنت لسه ما عندكش الخبره الكافيه انك تشوف اذا كان ده هيروح في حته ولا لا. يعني في ساعات اشتغل في شركات انا لو ببص عليها النهارده غالبا ما كنتش هشتغل فيها لانها كانت صغيره قوي، او كانت غالبا جوينج نو وير، بس الواحد كان صغير ويعني ايه متحمس وكده. لكن بالنسبه للكارير نفسه كان في حاجات ممكن الواحد يهتم بيها شويه. يعني كان انا بالنسبه لي مثلا لحظي يعني ما درستش قوي حاجات زي الستاتستكس بعمق شويه، حاجات زي البروبابيلتي بعمق كفايه، وساعات بتطلع لي في الشغل بكتير. يعني كل فتره كده الاقي حته statistics ظهرت لي، يعني اقعد اضرب نفسي ان انا يا ريتني درست الحته دي كويس لانها كانت هتنفعني. وطبعا دلوقتي بقى الواحد يعني بيبقاش بالفراغ يعني ان هو ياخد، ولو انه المفروض يعمل، بس طبعا احنا عارفين المفروض ياخد كورس ولا حاجه دي، يعني كل حاجه دي ممكن تتعوض، بس طبعا الواحد ايه بيبقى كسلان غير لو كان هو في طالب ولا حاجه وما لهوش حاجه تانية غير المذاكره يعني. ففي حاجات كده بتحصل يعني. في حاجات كده. طب تحس انه السوفت وير ديفلوبرز اللي طالعين النهارده يعني داخلين مجال العمل عندهم فرص اكبر من اللي كانت عندك زمان من ساعه ما بدات؟ هو طبعا المجال اكبر، يعني هو دي يمكن الميزه انك انت، يعني احنا على ايامنا احنا كنا لما كنا نتخرج كنا او بندور على الشغل كنا بندور على السوفت وير هاوسز، الناس اللي هي بتعمل سوفت وير لحد تاني، يعني دي اللي هتتعلم فيها. دلوقتي غالبا اي شركه في الدنيا بقت سوفت وير هاوس من جوه برضه، صح. لان هو ما بقاش في حاجه ما فيهاش سوفت وير، وغالبا محتاج كاستم سوفت وير للمكان اللي انت فيه. انا برضو من الناس لو لقيت سوفت وير هاوس يا ريت، لان السوفت وير هاوسز لحد النهارده هي اللي هتديك الخبره الى حد كبير بالذات في الاول. لكن ده يعني الشركات حتى لو شغال شركه بتعمل ابلكيشن اونلاين محدد ستور ولا مثلا. حاجه، اه. عندهم انف نوليدج جوه، ومحتاجين ناس بيعملوا حاجات يعني كاستم ليهم قوي يعني. آم، فده بالعكس بيفتح مجالات اكتر. دلوقتي ما فيش حاجه ما فيهاش اوتوميشن وسوفت وير وذكاء صناعي وكله، فانت هتلاقي ان شاء الله فرص في حاجات كتير. الدول اللي لحد ما ابتدت تنتبه لأهمية المجال ده، فابتدت تسهل شوية حاجات لها علاقة مثلا بالسفر والهجرة والحاجات دي. لو انت عايز يعني ايامنا ما كانتش اوروبا مفتوحة قوي يعني، دلوقتي اوروبا لحد ما بقت اسهل شوية في الدخول. في فرص اعتقد ان شاء الله يعني. اوكي. لو انا النهارده عايز اخش المجال ده وخايف على زي ما انت كنت بتقول كده الاوتوميشن عمال امم يقتحم اكتر، الناس عماله تكسبيرمنت اليومين دول بالحاجات الشات جي بي تي والاي اي والحاجات دي، في ادوار من اللي انت كنا لسه بنتكلم عليها في الجيرني بتاعت الابلكيشن دي ممكن تختفي مع الوقت؟ هو يعني تختفي الموضوع ممكن يبقى صعب شوية، لكن هو في حاجات هتساعد قوي. يعني ممكن تقلل عدد الناس اللي انت محتاجهم في حاجة معينة. يعني كيو ان تخيلنا اي مثلا، مثلا. يعني تخيلنا مثلا انك انت آه ناخد مثلا فكره ان انا بقعد اقرا كود ساعات كتير فتره طويله علشان افهم حاجه معينه. لو انا عندي حاجه اداه مثلا زي جيت هاب كوبايلوت مثلا، انا ممكن اشاور له على حته كود، قول لي دي بتعمل ايه، هو يقول لي هي بتعمل ايه، فده اختصر عليا مثلا ربع ساعه كنت ممكن اقعد احاول افهم بتشتغل ازاي. اوكي. اوكي. ممكن هو يعني اكيد في نسبه ان هو ما يديش كل الحاجه يعني 100% accurate، بس احسن من انا اضيع وقت ده كله. ولما ولو يتطور هيبقى الاكيورسي احسن كمان هتزيد يعني. بالظبط. اه. فده هيخليك اللي انت كنت عاده ممكن تاخد فيه مثلا 3 4 ايام بتحاول تجيب قرار، يعني ممكن تاخدها في يوم او اقل يعني. اوكي. فده بيساعد في اغلب الوظائف. هتلاقي نفس الحكايه مثلا لو انت ديفلوبر وبتعمل مثلا بتكتب كود وعايز تعمله شويه تيست كيسز، الاول كنت تقعد بقى تكتبها او تفكر فيها ومش عارف ايه، ممكن لا انت ممكن تشاور له على حته الكود وتقول له اديني جنريت تيست كيسز لحاجه زي كده، يديك على الاقل شويه افكار مبدئيه، سواء تاخدها ما تاخدهاش دي قرارك، لكن في الاخر ساعدك برضو بشكل ما. فدي ده حتى بالنسبه للسوفت وير يعني. طبعا هتلاقي حاجات مشابهه في اغلب الديسيبلينز. يعني لو انت مثلا ديزاينر هتلاقي في حاجات برضو بتساعدك. يعني اغلب الديزاين تولز دلوقتي ابتدت تفكر في ازاي تدخل اي اي في حاجات تساعدك فيها. حاجات برضو في السكيورتي في الديف اوبس، هتلاقي كل حاجه بقت ليها زي ايه مساعد كده اي اي موجود يحاول يديك يعني يعمل لك الحاجات اللي انت كنت ممكن تاخد فيها وقت زياده من غير سبب، هو يقوم بالواجب يعني. فده يعني جيفن يعني هو كان ممكن يبقى امتى ممكن يبقى مشكله امتى لو المجال نفسه مش بيكبر قوي، فانت ممكن تحس ان هو لا ده ممكن يبتدي بقى يقلل عدد الناس والمجال اصلا مش بيكبر، فمع الوقت هيبتدي ياخد. لكن انا شايف ان المجال عامه بيكبر والتعقيد فيه بيزيد.
فده بس هيساعد انك انت تتعامل مع التعقيد الموجود يعني، لان هو مع الوقت انت توصل لمراحل احيانا انك انت مش قادر يعني، مفيش بني ادم واحد يقدر يستوعب ده كله. اوكي. فمحتاج كل الادوات اللي تقدر عليها، والادوات طول الوقت بتتطور يعني من ساعه ما كنا اتخرجنا لحد النهارده الادوات نفسها اتغيرت تماما حتى قبل الاي اي. وكل مرحله كان بيحصل تطور يعني مرحلي كده او حاجه عاليه شويه، الناس تقول هو ده اخر الدنيا. لا، هو ده طبيعي يعني، إن الكومبلكس نفسها بتزيد يعني. اوكي. هو ليه الناس بتطلع كلها تشتغل سوفت وير مم. وقليلين جدا اللي بيروحوا يشتغلوا ناحيه الهاردوير؟ هو عشان ايه يعني؟ معاك. less attractive، ولا هو عدد الوظائف اللي متاحه فيه اقل؟ هو الاثنين يعني، هو يعني السوفت وير ميزته ان هو في موضوع اللي هو الانستنت جراتيفيكيشن ده، يعني انك انت بتعمل الحاجه تشوف نتيجتها في لحظتها، فده بيخلي اوكي. يعرف الفيدباك لوب بتاعت الحاجه سريعه. فانت تجرب حاجه، ايه ده بطلع ناتج بسرعه، بطلع ناتج بسرعه. فده بيديك زي جيت يو هوكت، انك انت تجرب اوكي. والنتيجه تطلع بسرعه. طبعا الهاردوير مكلف. يعني انك انت لو يعني انت لو قارنت السوفت وير بالهاردوير من ناحيه التكلفه على اللي بيتعلم، السوفت وير انت مش محتاج اكتر من يعني اللابتوب ولا حتى تليفون ونوت باد واشتغل، ما حدش هيقول لك مش اكتر من كده حرفيا محتاجه يعني. لكن الهاردوير لا، محتاج قطع، محتاج استيميليشن تولز، محتاج حاجات ممكن تكون غاليه شويه، ومحتاج حتى الدراسه بتاعته بتبقى اعمق شويه. فالبدايه فيه صعبه شويه. صعب قوي انك انت تخش في الهاردوير في المجال اللي هو الهاردوير ديزاين نفسه والكلام ده، وانت ما عندكش خلفيه اكاديميه في الالكترونكس مثلا او في اوكي. الكمبيوتر انجينيرنج. فده بيقلل عدد الناس اصلا اللي محتاجه يعني، اللي ممكن اللي تخش في متاحه هذا اصلا المجال. للموضوع ده يعني. بالظبط يعني. يعني لو انت اي حد ممكن، اغلب الوقت اي حد ممكن يتعلم سوفت وير على مستويات مختلفه، لان هو البارير اوف انتري بتاعه قليل. لكن علشان تخش في مجال الهاردوير محتاج يعني خلفيه تكون مش سهل توصل لها يعني، غير لو انت بقى ديديكيتد قوي وهتقعد تدرس كل الكلام ده، صعب يعني، هيقلل الاعداد يعني. طبعا والوظائف المتاحه اصلا برضه مش كتير قوي، لان مش كل الشركات في الدنيا بتصمم هاردوير. قليلين يعني اللي بيعملوا الموضوع ده. فهتلاقي قدام كل شركه هاردوير في مثلا 100 شركه سوفت وير. اوكي. فده برضه بيقلل الفرص المتاحه بشكل عام يعني. اوكي. اسالك السؤال اللي بساله لكل الناس اللي طلعوا معايا في مم. البودكاست ده، هو السوفت وير ده مجال الناس بتعمل منه فلوس؟ طبعا الحمد لله يعني المجال من اعتقد لو قارنته باي مجال تاني على نفس المستوى يعني على نفس الانتري المرحله. بوينت مثلا، بالظبط، واحد على عنده نفس سنه الانتري سنتين بوينت. خبره مثلا. بالظبط يعني لو انت قارنت بصيدلي، دكتور، معماري، اي حاجه تانية، غالبا على نفس المستوى اللي بيبتدوا بيه مع بعض. اللي بدأ في السوفت وير هتلاقي يعني دخله اكبر، وغالبا لفتره طويله هتلاقي الموضوع ده مستمر. يمكن الحاجات التانية بقى مع الوقت بتبيك اب اسرع يعني عارف الكيرف بتاعهم ممكن يكون في الاول بطيء، لكن عند نقطه معينه هيبيك اب ويلاقيك، او يمكن يجي يعلى عن كده. لكن السوفت وير اللي لحد كبير الديماند عليه في العالم عالي طبعا. اللي من دول الايام دي مخبطه فينا شويه، لكن عاده يعني في خلال ال 20 30 سنه اللي فاتوا كان السوفت وير من الحاجات اللي مكسبها كويس يعني. وده يرجع اصلا لان مكسب الشركات بتاعت السوفت وير اصلا مكسب كبير. طبعا. اه. لان هو بيبقى المارجن بتاعه عالي، ما عندوش حاجات كتير خامات يعني محتاج ان هو يخزنها ولا بتاع، وفي نفس الوقت الفاليو اللي بيديها للي بيشتري منه الحاجه بتبقى كبيره قوي برضه، فبيقدر ان هو يجستيفاي البرايسز بتاعته. فكله في الاخر هي السيركل يعني، هي في الاخر بتبني على بعضها يعني. اوكي. انت لسه بتذاكر لحد النهارده يا محمد والله في لسه مجال؟ قبل لو انا ما اطلع هفضل في مجال معاك. السوفت وير هفضل اذاكر ايه؟ والله هو حسب يعني، هو في حاجات لازم اجربها طول الوقت يعني. انا يعني في حاجات امم. مثلا تكنولوجي معينه انا بستخدمها في الشغل بس انا مش اوير بيها قوي، فممكن في الويك اند اقعد اجرب فيها، العب فيها شويه كده، اجرب هنا طب دي شغاله ازاي، دي بتعمل ايه، عشان بس ما يعني ايه اوفر على نفسي شويه وقت. وكمان ساعات بيبقى في واحد عنده اسئله يعني محتاج يفهمها. في حاجات ساعات بيبقى مبادئ يعني، انت بتقرا كتب في حاجات ليها علاقه مثلا بالديزاين، حاجات في تكنولوجي معينه ممكن تكون عايز تقرا في حته معقده شويه. يعني من فتره، من حوالي كام شهر كده، انا كنت ببص في حاجه ليها علاقه حاجه اسمها الانفورميشن ثيوري عشان السيرش. كنت بعمل حاجه ليها علاقه بالسيرش، الاندكسنج والسيرش وكده، فكنت محتاج افهم المبادئ دي. في كلام رياضيات كمان في النص انا ما اعرفهاش، فبتحتاج ترجع تفتح شويه كتب ليها علاقه بالموضوع ده وتفهم هو ليه الكلام ده باسمه كده وكده. ساعات مش هتقرا الكتاب من الجلده للجلده، بس ساعات بتبقى محتاج بس تطلع الحته دي علشان ايه تربط يعني بقى معايا الدنيا على قد اللي انت محتاجه.
وساعات بقى في كتب بقى لا يعني انت عايز تقرا من الجلد للجلد، ممكن يقعد معايا سنه مثلا اقعد اقرا في كتاب عشان مش ما عنديش وقت كفايه اقرا كله يعني وعلى قعده واحده او زي زمان يعني. لكن طول الوقت انت بتتعلم حاجه، بتقرا في حاجه، بتجرب حاجه. أم، ف ده طبيعي، واعتقد ده في اي مجال تكنيكال يعني الناس بتحب تتكلم ده في موضوع السوفت وير. بس انت لو يعني بما ان انا يعني اعرف دكاتره وصيادله وناس، لا الدكاتره برضه يعني اكيد اكتر يعني فاهم. بالظبط انا سالتك اصلا السؤال ده من وجهه النظر دي يعني اه علشان نحاول ننسبها بالظبط للمجالات الاخرى، يعني اللي هو لو انا دكتور، لو انا طبيب، لو انا صيدلي، انا بقضي ايه من وقتي في حياتي العمليه بالظبط لسه بذاكر وبتعلم. الانفستمنت بتاعك. تمام. بالظبط كده. طيب اخر سؤال قبل ما اسيبك يا محمد، انت عايز تسيب ايه؟ يعني مش من وجهة نظر فلسفية، يعني انت اه انت عايز تسيب ايه من الكارير اللي انت بتشتغل عليه بقالك 15 سنة، وان شاء الله ربنا يديك الصحة تكمل عليهم 30 كمان. ربنا يكرمك. والله بص، هو يعني عارف يعني انا مش بحاول اسيب حاجه يعني كبيره. يعني انا اللي بحاول اعمله ان انا يعني في خارج الوقت بتاع الشغل بنعمل شويه اكتيفيتيز. مثلا بنحاول نساعد الناس اللي كانت في يوم من الايام نفس المرحله اللي احنا كنا فيها، بيدوروا على حد يساعدهم، منتور شيب، محتاجين معلومه، محتاج حاجه يكون صعب يتعرف عليها وهو في شركه صغيره دلوقتي، فبنحاول ندي لهم زي ايه الحاجه دي ممكن تحتاجها في وقت من الاوقات. نعرفهم على ناس يعني تعرفوا على حد، هو مثلا لو في حد مهتم بالذكاء الصناعي مثلا بس ما يعرفش حد في الموضوع ده، مثلا انترفيو ناس مثلا ليها علاقه بالموضوع، فيبتدي يتعرف على الناس دي، يتابعهم، يفهمهم، يعرف بيتكلموا في ايه. فانا بالنسبه لي اللي بحاول يعني اساعد فيه ان اخلي المجال اسهل شويه على الموجودين دلوقتي من كان عليه. في طبعا جزء من الموضوع بيبقى انا مثلا بحاول اذاكر حاجه، ومن اسهل الطرق انك تعرف تذاكر الحاجه انك كده تحاول تشرحها. فلما تحاول تشرحها وتحس انك انت هتعمل محاضره فيها او هتعمل فيها حاجه، بتلاقي نفسك بتفهمها بشكل اعمق شويه. فبرضه في حاجه ليا انا في النص يعني. لكن الاساس بيبقى غالبا انك انت بتحاول تساعد الناس في حاجه يعني. وطبعا هو قد ما تقدر، ساعات من الوقت ما بيبقاش متاح يعني. ساعات ممكن اعمل حاجه مثلا وانام عليها 6 شهور عشان مش فاضي، او ما عنديش الوقت ان انا اقعد احضر حاجه يعني. لكن ساعات بتيجي اوقات بتبقى الموضوع اسهل شويه. فانا اللي بنحاول يعني نخلي الموضوع يعني كوميونتي اكتر. عندنا حاجه كتير بقى على الفيسبوك، ايجيبشن جيكس مثلا، الجروب على الفيسبوك بقى بتاع اكتر من 16 سنه ولا حاجه، رقم كبير والله بطلت اعد. والبودكاست بتاع اسيت ديفلوبر بقى له 10 سنين. في حاجات بقى لها فترات طويله يعني، وبنحاول ان احنا نخليها حتى لو مش كونسيستنت كل فترات يوم، بس على متباعدة الاقل في حاجه بس يعني ما تفضل يبقاش مكمل. بالظبط ما توقفش بس. انا متشكر جدا يا محمد، ربنا يكرمك. اتشرفت بيك ونتمنى تكون الحلقة يعني عجبتك انت كمان انا والله اتبسطت وتعجب جدا. الناس اللي هيسمعوها. الوقت فعلا عدى بسرعه وما حسناش يعني. فانا مبسوط جدا وشكرا على الدعوه الكريمه دي، وان شاء الله يعني نتقابل تاني باذن الله. ان شاء الله. ميرسي جدا يا محمد. ربنا يكرمك.